برنامج أمريكا بالمصري برعاية جريدة صوت بلادي، كبرى الجرائد بأمريكا، 24 سنة من الإصدار، الأكثر انتشاراً ومصداقية. للإعلان الاتصال على تليفون 201-637-3389 ومن مصر 012-7289-1500. رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير محب غبور. نيو تاون فارماسي، تحضير الروشتة بأقل من 10 دقائق. نقبل كافة أنواع التأمين. يتوفر لدينا أجهزة لفحص ضغط الدم والسكر. تجديد رخص القيادة في نيويورك. تصوير مستندات، فاكس، مترو كارد. تليفون 718-728-9100. ملك الأفينيو الخامس. جميع أنواع البقالة العربية والشرقية واللحوم الحلال. مشويات من اللحوم الطازجة وجميع أنواع المقبلات. خدمة 24 ساعة. تليفون 718-238-9696. ملك الأفينيو الخامس، 6824 5th Avenue بروكلين، نيويورك. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمريكا بالمصري. تطورت مهنة الصحافة بتطور التقنيات الحديثة وعالم الإنترنت والثورة الهائلة في المعلومات، لكن بتبقى الصحافة الورقية لها سحرها، وبالذات عند المثقفين وعاشقي القراءة. صحيح ان الصحافه نقول ايه، الصحافه اللي هي بتبقى عن طريق الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونيه والصحفيه بتتيح المعلومه، نقول في نفس الوقت في نفس الحدث بيبقى على مستوى العالم بسرعه كبيره. صحيح كمان ان مش بس المعلومه، هي فتحت الافاق لناس بلا حدود. المعارضه مثلا، اراء، يعني الابواب المغلقه كلها اتفتحت، لكن في نفس الوقت احنا اصبحنا مشوشين وعرضة للاستهداف، لان في سيولة كبيرة جدا في المعلومات. طبعا دي بتسبب حالة من الفوضى، ممكن كمان بتسبب حالة من الاستهداف، ان احنا نكون عرضة لاستهداف قوة مثلا او دول معادية، عرضة لاستهداف جماعات سياسية او جماعات دينية متطرفة. مفيش حاجة تخلينا نتأكد من المعلومة، فهي ليها مزاياها وليها عيوبها. طيب ايه اللي يعني هنا جت بقى ضرورة ان يكون في صحافة نزيهة، ان يكون في اعلام وطني، ان يكون عشان يتصدى للمسائل دي كلها، ويكون كمان صوت من غير مبالغة ومن غير تهويل. ضيفنا النهاردة كان له نقول اسهامات في مجال الإعلام والصحافة. الموضوع كمان بالنسبة للمهجر بيبقى صعب جدا. هو كان عنده محطة تلفزيونية لمدة يمكن 10 أعوام. بعد كده تحول من نشاط المحطة دي، حولها لمنفذ يعني صحفي أو نقول إعلام، لأن كان في طبعا بعد ما غزت المحطات العربية دول المهجر بقى في صعوبة في المنافسة، إلى جانب طبعا الصعوبة في المواد التلفزيونية نفسها. فحول المحطة دي لمنفذ صحفي محترم داخل المهجر. ضيفنا النهارده قال عنه الكاتب والروائي الكبير جمال الغيطاني، معروف لأبناء جيله بدماسته
ورقته ودقته في المتابعة. كمان قال عنه الكاتب الكبير جمال الغيطاني إن صوته بيفكره بالأيام الجميلة أو بالسنين الجميلة بالسنوات الجميلة. أحب أرحب بالأستاذ محب غبور، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة صوت بلادي ومؤسس الجريدة. وأهلا وسهلا بيك أستاذ محب. أهلا بيك يا فندم، وفرصة سعيدة جدا. الحقيقة أنت اديتيني أكتر من حق. لا أبدا، ده أقل من حقك بكتير. ولما كاتب كبير زي الأستاذ جمال الغيطاني واللي هو أخد يمكن حضرتك اكيد طبعا انت اللي هتكلمنا عن الموضوع ده، فاكر اول الكلام اللي انا قلته صحيح الكلام اللي انا قلته في المقدمه ده انه واخد كتبها في كتابه اللي هي كانت قصه مدينه الغرباء، وحكى في الصفحه 92 و93 عن الاستاذ محب غبور. طبعا هو قايل حاجات كتير جدا وهو من ادب الرحلات، فكان بيحكي ان هو من اهم الجرايد اللي بيقراها جريده صوت بلادي، صح كده؟ بالظبط. نورت امريكا بالمصري. وبعد طبعا يعني استاذ محب غبور ما بيطلعش في اي برنامج بالمناسبه، فده شرف لينا الحقيقه. انا يعني ليا الشرف كبير ان انا التقي بيكي لاني حسيت فيكي روح الانتماء وروح الوفاء وروح العمل، وده اللي بينقصنا في الجاليه المصريه، ان يكون عندنا صحيفه، يكون عندنا صحيفة تلفزيونية برضو، باب من احدى الابواب اللي الشعب المصري يعرف من خلاله الحقيقة. ويعرف من خلاله ابناء الجالية اولاده واحفاده في المهجر بيعملوا ايه. فانا اعتقد ان انت بتنقل الصورة الحقيقية الصادقة. يعني دي شهادة انا اعتز بيها استاذ محب، ومن صحفي كبير. واستاذ محب يعني يمكن احنا مش هيكفينا حلقات. هقول لك ايه، عاصرت المراحل كلها، عندك كل الاحداث. انا بقالي بالظبط 37 سنه 37 سنه عمر، منهم 30 سنه اعلام وجريده. تمام. انشات الجريده 1998 97 بالظبط. وكان في النسخه الانجليزيه 2001. ابتدت من 2001، صح كده؟ مذاكر انا صح كده؟ فانا عارفه انه لما بدات النسخه الانجليزيه، او خليني انت تتكلم افضل مني، بداتها ليه؟ ايه اللي خلاك تفكر؟ يعني انا ما شفتهاش في الجرايد على فكره الثانيه، مش ما عندناش هنا غير جريده بس او اتنين. معروف ان جريده الجاليه بتبقى جريده عربيه. فاحنا ابتدينا نتيقظ ان احنا ماذا هيحدث بعد وفاتنا. احنا كجيل جينا بامريكا واولادنا موجودين، اولادنا اندمجوا في المجتمع الامريكي، سواء مجتمع الثقافات او مجتمع التعليم والخطوات اللي بتنتهي زي اي شاب الى التخرج والجواز والانخراط بقى في الحياه الامريكيه. فطبعا احنا بصينا ان اولادنا خلال الفتره دي هينسوا العربي. هينسوا العربي. طيب هل ينسوا هويتهم المصريه؟ لا. هي دي النقطه اللي كانت يهمني. انا اولادي واولادك واولاد غيرنا بيتكلموا عربي لكن ما بيعرفوش يقروا عربي. يتكلموا ما يقروش. دي مشكله. فانا عايز ان هم يقروا هويتهم ويقروا تاريخ المصري. بتسهلها عليهم. بسهلها عليهم وبنجسر. تمام. بنقول لهم ايه الثقافه المصريه، ايه الاثار المصريه، ايه السياحه المصريه. بنساهم بقدر المساعده قد طاقتنا ان احنا بنحاول نربط الجيل بتاعنا بجيل اولادنا بالوطن الام. طيب استاذ محب، الجريده بتصدر عدد كل شهر بالظبط. من يوم ما طلعت الجريده بالشكل ده، من يوم انا لم اتوقف شهر. حتى لو في عز تعبي او مرضي او ظروف خارج عن ارادتي، ما فيش شهر واحد اتوقف. يعني هقول لسيادتك حاجه، وده هقولها عامه. يعني خلال 6 شهور اللي فاتوا كان عندي اللي هو ماسك الديسك والكمبيوتر والديزاين والحاجات دي في مكتبي، ابنه على سرير الموت. ابنه على سرير الموت. الراجل لم يتوقف عن العمل واصدرنا الجريده وتاني يوم ابنه مات. الناس اللي ما بتعرفش الكواليس قد ايه احنا بنبذل مجهود، بنحاول ان احنا نتغاضى عن عواطفنا، بنتغاضى عن الظروف والحياه، حاسس بالمسؤوليه. وطلع الجورنال في الميعاد. فانا بحيي مكتبي
والاستاذ القاهرة؟ معتز استاذ معتز تميم، استاذ محي الدين ابراهيم، ان في عز الازمه وفي عز الاحزان طلع الجورنال. هو ده جريده صوت بلادي. طيب استاذ محب، نطلع بره الجريده شويه اتفضلي. ونتكلم عن حضرتك بقى. طبعا انت ليك جمهور كبير على فكره في ده، يعني انا مش مفاجاه بالنسبه لي، بس ليك في مصر جمهور لله. كبير. من ابن مصر. طبعا لا ما اقصدش يعني معروف، يعني مش مجهود ده طويل، مجهود طويل. يعني انا شفت طويل. الالبوم بتاعه عامر. فخلينا نرجع شويه كده للذكريات، لان هو اتقابل مع قامات كبيرة جدا، عمل حوارات كتيرة جدا صحفية، فنانين، سياسيين، رياضيين، ما سابش الحقيقة. يعني يعني وزراء. انا وزراء بالظبط كده، وما كانش وهو نشيط يعني بينزل. انت حضرتك بتنزل كل سنة؟ كنت الاول بنزل مرتين 3 في السنة عشان اعمل لقاءات واعرف ابناء جالية ابناء مصر بالجالية المصرية. فكان من خلال التواصل بيني وبين الادباء والكتاب والمفكرين والرياضيين والفنانين ورجال الاعمال والوزراء. فمن هنا عملنا الجسر ونجحنا فيه. نجحنا فيه يعني دي سياسة الجريدة. 450 لقاء عملته. كنت بتنزل مصر بقى باستمرار، بتقول مرتين وثلاثة تمام، ومتحمل كل المصاريف من اجل ان انا اوصل رسالة المهاجر بالخارج. الجريدة 64 ورقة، كانت الأول 72 بس دلوقتي نتيجة ظروف فنزلناها 64. خلينا نتفرج على الألبوم ده بعد إذن حضرتك ونشوف نشوف مثلا بعض أستاذ محب. على فكرة يعني ده ألبوم من ضمن الألبومات يا جماعة. عامر يعني هنا مع الفنان عادل إمام. تعرفني بقى كده وانا هو الفنان الكبير وصديقي العزيز الفنان عادل إمام قابلته بعد احداث سبتمبر. كان جه عمل مسرحيه في اتلانتيك سيتي، اعتقد انها كانت الواد سيد شغال، مش عارف ولا المسرحيه الثانيه اسمها ايه، انا مش متذكر. المهم لقيته مدير مكتبه بيتصل بيا وقال لي الزعيم مسرحيه الزعيم عشان انا هو قال لي الزعيم. فقلت له ده شرف لي ان انا اقابل الزعيم يعني وبتاع. فرحت قابلته في اتلانتيك سيتي وقعدت معاه. يعني شخصيته لا هو شخصيه ليها كاريزما مش مكرره. الكاريزما يعني لما تقعدي معاه تتمني انك انت تشوفيه اولا وتتكلمي معاه ثانيا وتبتدي علاقات معاه ثالثا. فقال لي اهلا وسهلا وتفضل وبتاع. قلت له قال لي انا قريت الجورنال ممتاز جدا. وقلت له طب يعني ممكن اعمل معاك حوار. قال لي لسه ما ابتديتش. افتح الريكوردر وخد بالكاميرا زي ما انت عايز. طيب الراجل ده ما شفتش في حياتي زيه في الطيبه، في التواضع، في الاخلاق، في الوطنيه. طب احنا على فكره دي شهاده يعني لا يعني احتكاك مباشر. فاحنا عادل امام رمز يعني ما وصلش اللي هو وصل له ده كده يعني حد هيوصل ليه مش اعتباطا يعني انا الفنان اخلاق قبل ما يكون كمان بالظبط. طيب ماشي. البابا شنوده البابا شنوده كنت دايما لما بيجي امريكا كنا بنروح نلتقي بيه في المقر بتاع الباباوي، وكنت بلتقي بيه في مقر القنصليه المصريه في نيويورك، وهديته شهاده تقدير على اعماله الوطنيه لصالح مصر. انت عطيت على فكره، انا اتفرجت انت عطيت شهادات تقدير لناس كتير. طيب خلينا عن الامام برضو هنا. احمد ابو الغيط الوزير احمد ابو الغيط من الشخصيات النبيله جدا مع حفظ الالقاب يعني يا جماعه. كان معانا مندوب مصر الدائم في الامم المتحده والتقيت بيه بعد كده وزير خارجيه. وكان دايما يقول الجريده المفضله لدي هي جريده صوت بلادي. كوفي عنان كوفي عنان ده مفوض كوفي عنان. نشوف دايما الشلبي ده يعني خلينا كمال الشناوي كمان. ممكن ناخد كمال الشناوي. كمال الشناوي انت بتهديه هنا درع. درع ده اوسكار صوت بلادي. دي مين؟ صفيه العمري. صفيه اوكي. ده الفنان الكبير كمال الشناوي. كان ساعتها في مستشفى وكان بياخد علاج طبيعي فانا اخدت منه ميعاد
قال لي قوي قوي خليه يجي يتفضل. وقعدنا في المستشفى على السرير بتاعه، وعملت معاه لقاء فوق ساعتين. واو. وفتح قلبه، راجل نقي، راجل حلو. يعني انا قعدت معاه، حكى لي تاريخ حياته وازاي ابتدى التمثيل. هو اصلا مدرس رسم. كان اول لقاء. اول لقاء أول ليه. مرة تقابله. اول مره. وعملت ليه لقاء وقلت له تسمح لي اني اقابلك تاني، انا عامل درع لسيادتك في تكريما لمجهوداتك لمجهودك ومشوارك الفني الطويل فقال لي قوي قوي، وفعلا وزي ما انت شايفه اديته درع صوت بلاد. قبل ما نكمل، لو انت رحت تعمل لقاء مع حد وما ارتحتلوش هتكمله ولا هتحس بالحرج ولا؟ لا، هو الشغل شغل. الشغل ما هو شغل. دي بقى ترجعيني بقى ايه. هقول لك انا موقف زي ده حصل او طيب. اتنين. تمام. لو الوقت يسمح. لا اتفضل. قعدت مره في المسرح القومي وقابلت محمود حميد، الفنان الكبير محمود حميد، انا شايفه له صور هنا. فالمهم لما قعدت معاه وابتديت اتكلم معاه، فبقول له ممكن اعمل معاك اللقاء ونقعد نفتح؟ قال لي اتفضل وبتاع. فبقول له طب انا عايز بس يعني بدايه من الحوار ان انا تديني بعض المطبات اللي ساعدتك ان انت تنطلق في عالم الفن. صح. او المطبات اللي خلتك كنت هتتقهقر. قال لي انت جاي مش عارف محمود حميده، انت مش عارفني، اقرا يا اخي عني قبل ما تيجي الاول، وبعد كده تبقى تعالى اتكلم. هتتكلم على حميده. ما هو كل الناس عارفه انا عملت ايه. انا خجلت، زعلت، اتضايقت، وزي ما تقولي اتكبست، مشيت. وانا ماشي كان معايا الاستاذ المهندس محي الدين ابراهيم، مدير نائب رئيس تحرير، وقابلنا المخرج هناك اظن نشاط فتوح نشاط حاجه زي كده. قعدنا اتكلمنا ودردشنا، وبعدين لقيته بيقول لي استاذ محب، ده محمود حميد. ايوه يا فندم. قال لي انا عايزك دقيقه واحده. قال لي انا عايزك تيجي، انا اسف جدا، وافتح ونتكلم. بس يعني كنا لازم عايز سيادتك تتكلم في تطور السينما المصريه، وايه التقنيه اللي المفروض تخش، وهل نوصل للعالميه. قلت له بس كده هنتكلم. انا كنت هتكلم في الموضوع ده. وبقينا اصحاب، وكان لقاء جميل جدا. هو انسان جميل جدا يعني. بس احيانا بيبقى المطب الثاني اللي حصل قريب للمرحوم احمد راتب. رحت له مره مسرح في جنب في البالون في الجيزه، وبعدين لقيت المسرح ما فيهوش 3-4 تنفار. وانا راح اعمل معاه لقاء. خلصت اللقاء وبعدين دخلت، فبقول له احمد راتب اهلا بيك، وانا جريده كذا ومحب غبور. قال لي اهلا وسهلا وبتاع. قلت له انا بستغرب فنان كبير بقدر والحجم ده، والمسرح كله ما فيهوش 3-4. لقيته سكت كده. قال لي انت جاي يعني توقع بيني وبين الحكومه؟ انت جاي تخرب شغلي؟ ايه انت مالك 3-4 تنفار، 10 تنفار؟ انت جريده صفراء، جريده القباض اللي في مصر، في امريكا دي جريده صفراء. وانا مش هرفض اعمل معاك الحوار ده. وانا في خارجتي قابلت احمد ماهر، الفنان الكبير ده، زميلي كان في الايمان الثانويه في شبرا. قال لي مالك؟ قلت له حصل كذا كذا. قال لي يا نهار ابيض، طب تعال. راح قال له ايه يا احمد اللي بتعمله ده؟ استاذ غبور كذا وكذا وكذا. قال لي انا بقى ايه، وهو بيتكلم معايا الكلام ده سجلت له. فقلت له يا استاذ احمد يا فنان يا كبير، كل اللي انت قلته علينا وعلى الجريده وعلى الاباط انا هنشره في الجورنال، هو بلا حرج. وعندي الدليل هو مسجل. فاحمد ماهر لما كلمه لقيته بندال، انا اسف جدا انا محب بيه وبتاع، وانا والله العظيم ما جالك يعرفك اللي ما يعرفك يجهلك. فانا اسف، وتعالى بكره احضر المسرحيه ونعمل معك لقاء. وكان من امتع اللقاءات مع احمد. يا سبحان الله. خلينا نشوف كمان الخطيب. انت مكرم الخطيب كمان. الخطيب محمود الخطيب قابلته في الاهرام، واخدت معاه لقاء في الاشبال الاحمر او النادي الاحمر او النادي الاهلي
حاجه زي كده، أشبال الأهلي او يمكن. الفانلة الحمراء، حاجه زي كده اللي هو في رحاب. مش فاكر الاسم بالظبط. حتى لعبنا مع بعض كوره، ولان انا قعدت 3 شهور قبل كده في النادي الاهلي، وبعدين اديته الدرع بتاع صوت بلادي، وشخصيه هاديه وجميله. ما عملتش معاه حوار؟ عملنا معاه حوار عملت كبير معاه جدا. حوار؟ طبعا كان نائب النادي الاهلي. طيب ده تاني انت نور الشريف اوكي. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. ده لقاء مهم جدا عندي مع يونس شلبي. كان في مرحلة المرض. كان في مرحلة انا قابلته وتمنيت ان انا اقف جنبه، تمنيت ان انا اساعده. ورحت له فعلا في الشقة بتاعته في نادي الضباط. انا مش حافظ مصر قوي يعني، فاهم ازاي؟ فرحت له وقعدت معاه، وكان مشلول يعني بعيد عن الناس. فاخدت واديت معاه وعرفني بولاده، وقعدت معاه. وبعدين بقول له يعني انت ايه الالم اللي انت شاعر بيه؟ قال لي الم الاصحاب. قال لي عشرة عمري سابوني، اتخلوا عنه. ما هو ما قالش تخلوا. يعني طبعا مشاغل الحياه ممكن. المهم ايه، قال لي عارف مين اللي بيساعدني؟ كانت مفاجاه بالنسبه لي. قال لي اللي بيساعدني دلال عبد العزيز، هي اللي بتجيب لي السكر، وهي اللي بتجيب لي العيش، وهي تجيب لي اللحمه، وتجيب لي المكرونه، وتجيب لي الرز. وعيط. فقلت له يا يونس ما تزعلش، انت في القلوب. اذا كانت نسيتك في مرحله، لكن انت في قلوبنا كلنا. انا جيت لك ليه؟ عشان انا بحبك. مش الاستاذ يونس شلبي بس اللي اتعرض له. المهم تبنيت موقف ان انا لازم اعالجه في امريكا. ونزلت اعلان في الجورنال، وفعلا تجاوب معايا ابناء الجاليه ان هم كل واحد عايز يتبرع، والدكاتره والله عايزين يعالجوه. وبعدين مجانا. كلمته بمجانا. قالوا لي ده هو راح السعوديه وبيتعالج، امير امر بعلاجه على حساب السعوديه. نزلت مصر يوم مش فاكر يوم ايه، نمت وصحيت ببص في الجورنال لقيت وفاته. لكن فعلا كان في تجاوب من طب نقف هنا ولا حاجه؟ انت افتكرت الموقف طبعا. انت زي ما قال الاستاذ جمال الغيطاني، يعني حضرتك يعني فعلا مرهف الحس. بقيت كويس الحمد لله. انا عارفه الموقف صعب، بس خلينا. ده انت ما سبتش حد. ده احنا هنا الاسماء كتيره قوي. توني بلير. توني بلير اوكي. قابلته في الامم المتحده بعد ما تولى السيد الرئيس فتح السيسي سنه 14. وقعدت معاه 5 دقايق. قلت له مستر بلير we don't like Egypt like Iraq. مش عايزين ان انا مش عايز ايجيبت تبقى زي العراق. تبقى زي العراق. you have انك انت تقف behind my president Sisi. he's make a good job against Muslim Brotherhood. المهم فقال لي don't worry about. انا ما تقلقش، احنا مع مصر. صدقته؟ انا يعني انا بجرد ان انا بنقل له صوره صحفي وصوره مواطن مصري بيشعر بيه. قلت له انت لازم تقف مع مصر، احنا مش عايزين مصر تبقى العراق. انتوا دلوقتي بتندموا ان العراق حصل لها كده. بمناسبه الاخوان المسلمين، انت حضرتك قلت مره في احد التصريحات، انا قريت يعني ان كانوا حابين يعملوا دعايه، وشركه المترو هنا في نيويورك رفضت تعمل دعايه ضد الرئيس السيسي. ايوه صح الحكايه؟ أيوة. ايه ملابسات الموضوع؟ ان في وقت وصول الرئيس لنيويورك، ده كان السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت 2016 بيبقى بينشطوا، عايزين يعملوا يعني يعني مظاهره مضاده لمظاهره التأييد اللي بيجي سيادته لما بيبقى موجود في نيويورك. فحبوا يحطوا علامات في المترو ان هو
قاتل، وان هو السفاح القاتل اللي قاتل مش عارف اللي ايه اللي الكلام ده كله. طبعا الجهاز المترو رفض نتيجة ضغوط المنظمات اليهودية، لا والله. لأن المنظمات اليهودية كانوا عايزين يعملوا برضو قبل كده صور ضد بعض الناس الفلسطينيين وحقوق الإنسان رفضوا. فجم بعد كده قالوا ازاي هتقبلوا تعملوا زي ده، احنا نرفض حاجة زي دي. المنظمات اليهودية هي اللي وقفت طبعا منظمات اليهودية ضد مش حبا فينا، هو حب ان هم اتوقف لهم حالات قبل كده. هنقول بعض الشخصيات، بعض الاسماء، وتوجه لهم رساله. كويس. الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقعدت فأوفيت، والطريق لسه يا ريس قدامك طويل، خد بالك من البطانه. سعاده السفيره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. سيادة الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، كان عشمنا فيكي أكتر من كده. تمام، بس كده، دي بس رسالة. كده. سعادة السفير الدكتور هشام النقيب القنصل المصري العام. أنا مش هقدر أحكم على السفير هشام النقيب من خلال سنة، لكن أقدر أقول إن هو ربنا وفقه، والمهام اللي عليه ثقيلة جدا، وبيتعامل مع جالية صعبة جدا، من أصعب جاليات العالم. بالظبط كده. ده حقيقي. رسالة توجهها للجالية. اتقوا الله. الجالية المصرية هنا لبعض الكيانات الموجودة بقول لهم اتقوا الله. اتقوا الله، لسه مشوار طويل. رسالة توجهها بقى للمصريين في الداخل، وبعد كده نختم الحلقة. مصريين في الداخل اقول لهم اتعبوا زي ما احنا بنتعب بره. لو تعبتوا زي ما احنا بنتعب بره وبنشتغل زي ما بنشتغل بره، مصر هترتقي. مفيش حاجة اسمها عيب، المهم ايه اللي هيخش جيبك. ادي مجهودك، ادي فكرك، ادي وقتك لنفسك ولبلدك. اشتغل، مش عيب انك تشتغل في البنزينة، مش عيب انك تشتغل في مطاعم، مش عيب انك تروح ترصف طرق، مش عيب انك تشتغل مبلطاتي، مش عيب انك تشتغل في اي جهة بعيد عن شهادتك. المهم اشتغل، وبعد ما تشتغل وتقف على رجلك اعمل اللي انت عايزه. وبعدين كل انسان ناجح لازم يبقى عنده فكرة صغيرة قد كده. الفكرة دي ممكن تنمو ويبقى راجل علامة وراجل مليونير. والحاجات ظهرت عندنا وبانت قدامنا ان ناس كتيرة جم قبلي بقوا احسن مني، وفي ناس جم بعدي وبقوا احسن مني، وفي ناس برضو جم زيي وبقوا اقل مني. فالعملية بتتفاوت بين الانسان وطموحاته وهدفه واماله وازاي يحقق هدفه. اسعوا، اشتغلوا، انهضوا ببلدكم. بلدكم، الانسان من غير بلد زي الانسان اللي عايش وامه ماتت. بس طبعا انا كمان بضم صوتي لصوت الاستاذ محب غبور، ان في حكايه ان كل حاجه بتبدا بفكره، يعني تبحث عن الفكره. وكمان احب بس ازيد حاجه، ان احنا لازم نتعلم نشتغل مع بعض. بينقصنا ثقافه الشغل الجماعي، وان احنا نشجع بعض، وان احنا نشجع الفكره الجيده وندعمها. يعني لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر لحضرتك، ونورت برنامج أمريكا بالمصري. وطبعا على وعد بلقاء تاني وبلقاءات عديدة طبعا، لأن احنا لسه الكلام ما خلصش. أنا سعيد إن أنا معاكي، يعني ميرسي والله، ربنا أنا اللي سعيد والله أنا يعني حاسس إن أنا قاعد كأني مش في برنامج، مش كده؟ أنا أسرة بنتكلم مع أخت فاضلة وبندردش، ويا رب نكون خفاف على الساده المشاهدين. لا يبقى كله تمام. وعلى وعد باللقاء في حلقات قادمه، ومع الاستاذ محب غبور ان شاء الله هيكون لنا حلقات تانية، وتصبحوا على خير. برنامج أمريكا بالمصري برعاية جريدة صوت بلادي، كبرى الجرائد بأمريكا، 24 سنة من الإصدار، الأكثر انتشاراً ومصداقية. للإعلان الاتصال على تليفون 201-637-3389، ومن مصر 012
7289-1500. رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير محب غبور. نيو تاون فارماسي، تحضير الروشتة بأقل من 10 دقائق. نقبل كافة أنواع التأمين. يتوفر لدينا أجهزة لفحص ضغط الدم والسكر. تجديد رخص القيادة في نيويورك. تصوير مستندات، فاكس، مترو كارد. تليفون 718-728-9100. ملك الأفينيو الخامس. جميع أنواع البقالة العربية والشرقية واللحوم الحلال. مشويات من اللحوم الطازجة وجميع أنواع المقبلات. خدمة 24 ساعة. تليفون 718-238-9696. ملك الأفينيو الخامس 6824 5th Avenue Brooklyn، نيويورك.